السلام عليكم يا اخوان. اليوم في فيديو جديد. طبعا امس خلصنا من سالي، واليوم طلعت واحدة اسمها ليا وخلعت الحجاب. والله العالم صايرة ما تستحي. يا اختي اشلحي الحجاب وخليكي ساكتة، وكل مرة يسألوكي وين الحجاب اسحبي عليهم، اعملي نفسك ما شفتي شيء. لكن ضروري يطلعوا الترند. يا اخي ما بهاجم ليا ولا سالي، انا قاعدة برد اعصاب الناس عليهم. بس بالله شن بيصير؟ طب كان بنت واحدة صغيرة تعتبر قدوة حسنة، ودقيقتين بس تغير 180 درجة. طبعا البنت تعتبر قدوة، أي شيء تعمليه بتعمله لأنها تحبك. لذلك حاولوا تخلوا بعض أموركم شخصية، مش هي حاجة تنشروها. طبعا خلونا نبدأ المقطع. طبعا بعد ما رجعت تاريخ ليا ولقيتها احتلت بريطانيا 7 مرات، وصارت ملكة بريطانيا الثانية، وقاعدة تلعب ظهير أيسر مع ميسي، وعندها فريق كامل متكامل، فريق حتى الكسلان أسرع منه. سان إسماعيل بداية قوية، فريق ما راح يتأهل حتى يدخل الملعب. الظهير الأيمن صحة العريبي، والدفاع زحم عريبي، وفي المرمى لاعب مجهول الهوية وبنسميها مجهولة. وفي الهجوم دورت عليها ولقيت حسابها على تيك توك وما عنديش وقت أترجم اسمها، لذلك بقراه. جني شلاطها، اسم يستحق الدفن في البطن. وهذه هي تشكيلة ريال بطيخ، أفشل تشكيلة على مر العصور. من أول مباراة بيجيكم مغص. ما شاء الله ليا عندها تاريخ كبير وعظيم، راحت مكة وحجت ولا عملت عمرة، الله يثبتها، ما شاء الله ما شاء الله، تاريخ عظيم وخرافي. لكن بتنزل فيديو ينهي التاريخ ويدمر بريطانيا ويغضب الله سبحانه وتعالى. نزلت فيديو هي مش لابسة الحجاب. كل هذا التاريخ مع نيسان وزحمة وصحة وشلاطة انتهى بمقطع ينعل الحظ. تعالوا نشوف الفيديو ونشوفوا شو حكت فيه. مرحبا، أنا لاني عدوتكن هون ولا شخص جاي يستهزئ بالدين، ولا حتى ممكن أقول إنه أنا اللي عملته صح. كتير ناس بتسألني إنه خلص يا ليا سكري التعليقات، ليش بتأثري هالقد بحكي العالم؟ المشكلة إنه هيدا العالم عايشة معي، فأنا ما فيني أقول لأ أنا ما بقدر أتأثر. وأنا من طبعي ما بحب حدا لا يفهمني غلط من ورا سوء تفاهم صار، أو ما بحب حدا يكرهني من ورا فعل صار. وأنا من زمان ومن أول ما بلشت سوشيال ميديا وأنا بحب صورة الضال حلوة قدام العالم. صدقوني أبدا ما تأثرت من المهرجين الشباب اللي قاعدوا يلبسوا شال على راسهم ويقلدوا أصوات البنات ويتنمروا ويتمسخروا، أو بنت مزنطرة مش محجبة ما قادرة حتى تخطي خطوة الحجاب وقعدت تهاجمني وتحكي حكي كتير كتير ما إله عازة. أنا أكتر شي أثر فيني اللي قاعد يقولوا الدين مش للاستهزاء، والدين مش لعبة، ولا الحجاب لعبة، وانتو ناس كفار. أنا آخر شخص على الكوكب كله ممكن أصلا يستهزئ بالدين. ديني علمني على الصلاة، علمني على الصوم، علمني على الزكاة، والله بيشهد والله بيعلم قديش أنا شخص بحافظ على هيدي الأركان. بس مش إذا أنا قمت حجابي يعني أنا كافرة، يعني أنا شخص سيء، يعني أنا شخص عم يستهزئ بالدين. لأنه البنت قاعدة تتأسف على إنها شلحت الحجاب وقاعدة تبرر في موقفها، كلها تمثيل وسكرات. بالله ركزوا في عيونها وهي تشرح في الورقة اللي مكتوب عليها الشيء اللي تحكي عنه. يعني مفروض الشخص اللي قاعد يبرر ويتأسف على موقفه يحكي الكلام مباشر من قلبه، مو يشحله في ورقة كاتب عليها الشيء اللي يحكيه. لذلك تعتبر البنت ما بدي أحكم على البنت حكم مباشر، لذلك بتكون مش كوك مرة. طلعت وقلت إنه أنا اللي عملته صح. أنا عارفة إنه أنا غلطانة. هي بيقاو نقا اعترفت خلاص، الكل يروح لحوشه. جيراك ولايك وسلام.